إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد صلاح يتفوق على جيرارد ويصنع التاريخ مع ليفربول، إنجاز جديد يلهب جماهير الريدز. واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ نادي ليفربول الإنجليزي، بعدما ارتقى إلى المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي، عقب تسجيله هدفاً في فوز الريدز على بورنموث بنتيجة من 3-1 ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز. كرة قدم هدف تاريخي في شباك بورنموث. وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 37 من عمر اللقاء، في مباراة أكد خلالها مجدداً قيمته الفنية الكبيرة وتأثيره الحاسم مع الفريق، ليس فقط كنجم حاضر بل كأحد أساطير النادي عبر تاريخه الطويل. بهذا الهدف رفع صلاح رصيده إلى 187 هدفاً بقميص ليفربول في مختلف المسابقات خلال 307 مباريات، ليتجاوز أسطورة النادي وقائده التاريخي ستيف جيرارد 186 هدفاً، في إنجاز فردي يضاف إلى سجل النجم المصري الحافل. تاج تهنئة أسطورية من ستيف جيرارد. اللقطة الأبرز خارج الملعب كانت رد فعل الأسطورة ستيف جيرارد، المدير الفني الحالي لفريق الاتفاق السعودي، الذي حرص على تهنئة محمد صلاح بطريقته الخاصة. ونشر جيرارد عبر ستور انستغرام صورة أثناء متابعته للمباراة أشار فيها إلى محمد صلاح ورقم 187 مع وضع شعار التاج تاج، في رسالة رمزية تؤكد احترامه الكبير لما يقدمه النجم المصري واعترافه بمكانته التاريخية داخل جدران أنفيلد. مخطط بياني شريطي قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ. وجاء ترتيب الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول كالتالي: أيان راش 346 هدفاً، روجر هانت 285 هدفاً، جوردون هودسون 241 هدفاً، بيلي ليديل 228 هدفاً، محمد صلاح 187 هدفاً، ستيفن جيرارد 186 هدفاً، روبي فولر 183 هدفاً، كيني دالجشليش 172 هدفاً، مايكل أوين 158 هدفاً، هاريتا شامبرز 151 هدفاً. هذا الترتيب يعكس عظمة الإنجاز الذي حققه صلاح، خاصة أنه لا يزال مستمراً في الملاعب وقادراً على تحسين رقمه واعتلاء مراكز أعلى في القائمة. مصري فخر مصري وأيقونة عالمية. إنجاز محمد صلاح لا يمثل نجاحاً فردياً فقط، بل هو مصدر فخر للكرة المصرية والعربية، حيث بات واحداً من أعظم اللاعبين الذين ارتدوا قميص ليفربول على مر العصور، وسط كوكبة من أساطير الكرة الإنجليزية. ومع استمرار الموسم، تترقب جماهير الريدز ومحب النجم المصري أرقاماً جديدة قد تدفع صلاح لمطاردة أسماء تر. شكراً لمشاهداتكم. لو سمحتم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد من أخبار الكرة وأخبار اللاعبين والمباريات. كان في صحبتكم مي عبد الكريم.